انا شايف ان انت محتاجه راجل في حياتك يكون سند ليكي كده ويقف جنبك في المشاكل. وبعدين عيب تقولوا حد وزني والكلام الفاضي ده. انا مش باخد رايك، انا عندي الدليل. انت عندك الدليل؟ العيون دي عندها الدليل؟ ما تكذبيش، العيون دي ما بتكذبش والله. احنا معانا دليل. الدليل يا دلال الفيديو اللي ظاهر فيه مستر امير وهو بيحط السم للعيال. ايوه احنا معانا دليل. وعلى فكره بقى احنا كان بمنتهى السهوله نسلم الفيديو ده للبوليس وكان عادي جدا تتسجن. والله لو السجن على ايدك انت هبقى مسجون وعلى قلبي مراوح كده في الزنزانه وقاعد مبسوط. وبعدين انت لو معاكي دليل ما كنت رحتي قدمتي لي البوليس، كنتوا جيتوا لي ليه؟ هو انت بتستعبط ولا تستهبل ولا مخك تخين ولا حكايتك ايه بالظبط؟ بص الصراحه انا بستعبط وبستهبل ومخي تخين وكل حاجه. انا بطول القعده معاكي على قد ما اقدر لان انا بحبك وبموت فيك والله العظيم. انت ما تلزمناش خالص، مش عايزينك انت، احنا عايزين نعرف مين اللي وراك عشان نقف له. تقفوا له؟ عايزه تعرفي مين اللي ورايا عشان تقفي له؟ ده كلام وانا موجود. وبعدين اقول لك على حاجه، انتوا اصلا حتى لو عرفتوا اللي ورايا واللي وزني مش هتعرفوا تعملوا معاه حاجه. يعني في حد وزك اهو، يعني في حد وزك وبتقول ما فيش حد ليه؟ اهدي يا فيروز، هو انت معصبه نفسك ليه؟ هو يا حبيبتي اللي كده خسران، هو اللي هيتسجن واللي وزه هو اللي هيبقى مبرطع بره السجن وقاعد بيأذي في الاطفال وهيخسر ال20,000 جنيه. 20,000 جنيه ال20,000 جنيه اللي هياخدهم لما يقول على اللي وزه. ال20,000 جنيه ويفقد حريته بقى ويتسجن بدل ما يبقى بطل. طب يرضيكي كده تسجني جوزك؟ يرضيكي؟ طب والحب اللي بينا مش هتهيني سنه؟ مش هتدلعني سيكه؟ مش كده خالص. وبعدين اقول لك على حاجه، انا ليا 3 شروط اتنفذوا هقول لكم مين اللي عمل العمله دي ومين اللي وزني. يلا يا دلال، ده لسه هيتشرط ويقرفنا. يلا يا بنتي استهدي بالله واقعدي بس، خلينا نقعد نسمع الشروط بتاعته ايه الاول. اقعدي انت. طيب قول لنا ايه الشروط؟ اول حاجه، انا ايه اللي يضمن لي اصلا ان انتوا الاتنين ما تبلغوش عني وتسوحوني للحكومه؟ ما تخليك ذكي كده وتشغل مخك، ما احنا لو كنا عايزين نسلمك كنا سلمناك من الاول. ايه الحلاوه والجمال ده؟ ذكيه وجميله وشرسه كمان. برج الجد بجد والله. انت بتحبي الشطه في لا الاكل؟ يا عم الشيف، ايه الشرط؟ الشرط الاول ان انا هاخد ورقه ممضيه منكم انتوا الاثنين تفيد ان انا ما عملتش اي حاجه في الموضوع ده. موافقين. الشرط الثاني وده الاهم بالنسبه لي، هاخد رقم الواتساب بتاع الاستاذه وتكلمني كل يوم بالليل وترد عليا. انت ايه اللي لبست برتقاني النهارده؟ معرفش. اللي بعده ده لا، ده مش اللي بعده، عادي، ده لازم يتنفذ. تمام، هيتنفذ. اللي بعده الشرط الثالث وده هيتوقف عليه حياتي المستقبليه بقى. احنا لازم السبيج يزيد شويه ولا ايه؟ احنا داخلين على جواز وفي حضانات وفي بيبي وفريدي عايزه ركنه في الصاله وفي قصص كبيره وفي كمان البريتش باوسر. خلصنا. تمام موافقين. موافقين؟ اه. يعني اقول مين اللي وزنا اعمل كده الاستاذ لا هوشي بيه يا جماعه. اللي وزنا اعمل كده الاستاذ يا عم؟ انت بتعلن عن جايزه، ما تقول. الاستاذ تيمور. تيمور؟